طب ما فيها ايه؟ طب ما فيها ايه؟ طب ما ياخدها، طب ما هو الاحسن، طب ما هو الافضل. انا مش عارف ايه قصه يعني كره جماهير الاهلي لاخوان بزيرة او اخوان الفينا. هو الواد عمل لك حاجه يا عم؟ ما الواد عالمي يا عم، الواد جامد. هيقول لك يا عم ده عامل جون واسيستين، هي مش بالارقام بس يا حبيب قلبي. طب ما هو اداء في الملعب الواد افضل، في مراوغات، في كل حاجه، تاثيرا في الملعب الواد جامد، فياخد افضل لاعب عادي. انا بالنسبه لي شايف ان الجايزه اللي كسبته، مش هو اللي كسب الجايزه. هتقول لي يا ابني ده لسه ما عملش حاجه، هقول لك هيعمل ومسيره هيحقق. لكن انا شايف كاداء فردي خوان بيزيرا هو افضل محترف في الدوري المصري غصب عن التخين. في لعيبه تانية كويسه، محدش انكر، محدش قال حاجه. في فيستون مايلي لعيب كويس موجود في الدوري المصري، في الشيبي لعيب برضو كويس موجود في الدوري المصري. ولكن من وجهة نظر الحفلة والكباتن والناس والتصويتات والناس اللي اختاروا، هم شايفين ان الراجل ده احسن محترف مصري. انا من وجهة نظري شايف ان برضو خوان بيزيرا من افضل واحسن المحترفين في الدوري المصري ويستحق الجايزة، ولسه هيقدم الكتير قوي مع نادي الزمالك، ولسه اللي جاي هيكون احسن ليه. اصلا الجوائز دي بتكون جوائز تقديرية وتكريمية للعيبة، مش من مكان رسمي او من جهة رسمية. فيعني حاول على قد ما تقدر ان انت بس يعني ما تبينش قوي ان انت متضايق منه، علشان مش عارف ليه اصلا انت متضايق منه. هو ما عملكش اي حاجه عشان انت تبقى متضايق منه. اللعيب ده بيتحارب محاربه غريبه قوي من جماهير الاهلي من ساعه ما ظهر مع الزمالك بالاداء دوت. انت عشان عارف انه لعيب خطير وعارف انه هيجي منه في المستقبل، فانت بتحاول تهبطه من دلوقتي عشان ما يكتسبش الثقه، عشان لو اكتسب الثقه عارف كويس انه هيكسر الدنيا.